صباح الخير متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض طاجن كوسه باللحمه المفرومه. بس الكوسه عندي مش فريش، الكوسه عندي كانت في الفريزر، فانا طلعتها من الفريزر اهوت، غسلتها تحت شطفتها بالميه وهقطعها معاكم، وهنشوف بقى طريقه الكوسه المتخزنه دي هتطلع ناجحه معانا ولا لا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، هقطعها. هي طبعا مجمده، لو انتوا سامعين صوت التلج اهو هوريكم شكله دلوقتي. خلاص. طبعا مش هقدر ان انا اكحتها بالمقوار زي ما بعملها شكل، لان القشره بتاعتها طريه، شايفين عامله ازاي؟ يعني جلدتها طريه، فهضطر ان انا اقطعها كده. خلاص. هجيب البلانشه بتاعتي اهو، شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا اول مره بصراحه اجرب الكوسه المتخزنه دي، فقلت اجربها معاكم. اهو انا هقطعهم، بس عايزين طبعا يعني نقطعها يعني وهي يعني ما نسيبهاش تفك، لان لو سيبناها تفك هتبقى مهريه وهتبقى ميه، فانا اعملها واقطعها وهي كده وهي متلجه. اجيب البلانشه بتاعتي، تاخد الحاجات بتاعتي دي كده اهو، هقطعها بقى. بصي يا حبايب قلبي، انا عندي بقى اللي هي قطعه المخلل دي عشان برضو تدينا شكل حلو اهو. بسم الله، هقطع كده دواير اهو. نخلي بالنا واحنا بنقطع. بصوا اهي من جوه اهي، هي متلجه. عايزه اخليها دواير كده ماشي، احنا طبعا طالما هنعملها طاجن يبقى هنخليها متقطعه كده دواير. خلاص اهو. اهو بصوا شكلها عامل ازاي، بجد شكلها حلو قوي يعني. لازم نعمل كده، ندي شكل للاكل كده، نقطعه بطريقه حلوه كده بتفتح النفس بجد. في مثل بيقول العين بتاكل قبل البق، يعني الواحد لما بيشوف الحاجه كده شكلها حلو نفسه بتتفتح بياكلها، بعد كده بقى بيركز في طعمها اذا كان حلو ولا مش حلو، بس الشكل بيغري اهو. هقطع بقى بقيه الكميه وارجع نشوف الخطوات بتاعتنا هنعمل ايه مع بعض. بصوا كده انا قطعت الكميه بتاعتي اهي، قطعت الكوسه خلاص، ونقطع بقى بالشكل اللي احنا عايزينه. هركن بقى دي كده على جنب، ونجيب بقى نشوف الخطوات بتاعتنا نشتغل هنعمل ايه. انا عندي هنا بصل وعندي توم، ودي الصلصه اللي انا مسبكاها معاكم قبل كده على القناه، ودي اللحمه المفرومه برضو اللي انا معصجاها معاكم قبل كده وشايلاها في الفريزر. اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي افرم فيها البصله. بسم الله. خلاص. وهفرم برضو فص التوم، بس هفرم فص التوم لوحده. هحط برضو فص التوم كده هنا اهو، واحط عليه بقى ايه التوم. هحط وانا بفرمه احط عليه شويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسود على التوم بس يا جماعه. اللي طبعا ممكن ندقه في الهون، ندق فص توم كده نحط عليه شويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه ملح، دول مالهمش علاقه بالبصله، يعني دول هنفرمهم لوحديهم. خلاص. افرم بقى بسم الله. بصوا يا حبايب قلبي، انا فرمت فص الثوم اهوت بالكزبره بالفلفل الاسود بشويه الملح، وادي البصل اهو. اللي عايز يفرمهم على بعض يفرمهم، بس انا بحب اعمل التكه دي بتاعت فص الثوم لوحديها. فص الثوم بديله كزبره وفلفل بيتطعم بيهم، بيدي طعم تاني خالص. والبصله اهي، بس انا عندي الكبه بعينين فبتفرم يعني مع بعض، فانا فرمت البصل اهو لوحده، والفلفل اللي عايز يحط قصدي التوم، اللي عايز يحط التوم على الفلفل على الكزبره على كله ويفرمه مره واحده ماشي، اللي عايز يدق فص التوم على الهون بشويه الكزبره والفلفل ماشي. هجيب عندي طبق اهو، وهنزل بالبصل بتاعي اهو.
البصله اللي انا فرمتها. انا كده كده عندي، انتوا عارفين الصلصه انا هحطها بالبصل، يعني بخزنها بالبصل والثوم، بس بحب برضو ادي الطبخه حقها، ازود لها في البصل وازود لها في الثوم. الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي للاكل. بصوا اهو، خلاص انا حطيت البصله بتاعتي. هطعم بقى البصله بشويه فلفل اسود كده ونقطه سكر صغيره خالص، ونقطه سكر. خلاص ادعك البصله بتاعتي كده كويس اهو. اطعم برضو البصله مع الفلفل الاسود، لازم نطعمها كده، بتخلي ريحه البصل تحفه وطعمه تحفه، وبيدي الاكل طعم حلو قوي. نخدم الطبخه بتاعتنا هتدينا نتيجه حلوه قوي. بصوا اهو، يعني كنت ممكن اكتفي ما احطش بصل، لان انا اقول الصلصه عندي فيها بصل، بس لا، انا بحب ازود الطعم بتاعي. خلاص يا حبايبي كده البصله ريحتها طلعت معايا. خلاص هنزل بقى عندي برضو فص الثوم تاني اهو. انا مطعماه كده كده بالفلفل والكزبره، مديني طعم وريحه اساسا غير البصله بالفلفل، ده لوحده وده لوحده. اللي عايز يعمل الخطوه دي مع واحده يعملها، بس انا بحب ايه، ادي كل حاجه حقها. خلاص كده هاجي بقى انزل بالكوسه بتاعتي اللي انا قطعتها اهو. بسم الله. هي متلجه، شايفين متلجه اهي. خلاص واقلبها كويس بقى جدا كده بالبصل والثوم. انا هحطها كده كده في طاجن واحطها في الفرن، بس انا بحب قبل ما ادخل الطواجن الفرن احب اديها نص سوا على عين البوتاجاز من فوق. فانا هجيب الصينيه عندي ألمونيا اهي، انزل بيها الكوسه بتاعتي كده، اديها نص تسويه، وبعد كده هدخلها انا عندي كده كده اللحمه متعصجه ومستويه، فانا مش هحط اللحمه دلوقتي، انا هحط الكوسه ماشي، وهنزل عليها بشويه زيت. اللي عايز يحط سمنه يحط، انا هكتفي بشويه زيت. خلاص اهو، هقلب كويس كده بقى، وانزل عندي بقى بالصلصه. بسم الله اهي. بصوا الصلصه دي فيها بصل زي ما انتوا عارفين اهو. هنزل كده بحبه، ولو احتاجت هحط تاني. خلاص هقلب بقى كويس كده وارفعها على النار نص سوا. لقيتها محتاجه ميه ازودها ميه، بس كده كده الكوسه عندي متلجه فهتنزل ميه، فانا مش هحط ميه، انا بقول لو احتاجت. وهتابع معاكم برضو اهوت. نفتح البوتاجاز اهو، احط كده الكوسه بتاعتي اهو، هغطيها واسيبها بقى ايه 10 دقايق ربع ساعه كده. اول ما احس ان هي دخلت في السوا هروح نقلاها في الطاجن واحطها في الفرن، واحط اللحمه الاول وبعدين احطها في الفرن اهو. هغطي بقى عليها هغطيها بقى واسيبها ايه، ونشوفها بعد 10 دقايق شكلها عامل ازاي. ههدي عليها النار شويه واسيبها تنزل ميتها براحتها وتستوي نص سوا كده. بصي يا حبايب قلبي كده اهو، هزودها بق ميه كده صغير. بسم الله اهو اهو. قبل ما احط اللحمه وادخلها النار، ادخلها الفرن. انا اسفه معلش سامحوني بلخبط، لسه ما فوقتش. بصوا يا حبايب قلبي كده الكوسه عندي خلاص اهي خلصت. هحطها بقى في الطاجن واحط اللحمه عليها وندخلها الفرن. خليكم معايا اهو. زي ما قلت لكم قبل كده
الطاجن عندي اهوت، لازم احطه على حامل، ما احطوش على الرخامه كده لان الطاجن ساقع وهينزل فيه طبعا الكوسه سخنه خلاص. فلازم يكون عندي عادل الحاجه واحط تحتيها حاجه تحميها. بسم الله اهو، هنزل بقى بالطاجن بتاعي كده اهو كده اهو خلاص. واخد بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه دي انا معصجاها معاكم قبل كده وشايلينها في العلب اهو. بسم الله اهي متلجه عادي مش مشكله، كده كده هتدخل الفرن وهتسخن وهتفك اهو كده اللي فك. افرد على الوش كده. بصوا حبايبي اهو، انزل بقى اللحمه كده لتحت عشان خاطر تشرب من الصوص بتاع الكوسه وتبقى كلها فيها من فوق ومن تحت. انا ما حبيتش احطها وهي بالكوسه بتستوي عشان خاطر عندي اللحمه مستويه، ما تبقاش مهريه، عشان ابقى حاسه بطعم اللحمه المفرومه اهو. خلاص هدخله بقى الفرن يتحمر وشه كده وارجع اوريكم النتيجه شكلها ايه. بصوا حبايب قلبي كده طاجن الكوسه خرج معانا اهوت، وادي اهو اللحمه بصوا شرب الصوص بتاعها اهوت. شايفين الجمال، شايفين استوى ازاي. بصوا ادي الكوسه اهي. بجد طالعه حلوه قوي، طعمها حلو، ريحتها حلوه قوي، وسويتها حلوه جدا. جربوا بقى الكوسه، خزنوها وجربوها ما تقلقوش منها، طلعت بجد تحفه. انا اول مره اجربها معاكم واول مره في حياتي اصلا اعمل الكوسه المتفرزنه دي، بس لما عملتها لقيت نتيجتها حلوه وطعمها مش متغير ولا حاجه. يلا يا حبايب قلبي، يا رب اكون افدتكم ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. انتظروني في فيديو جديد. يلا دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.